الأشياء الإيجابية بحياتك، وإذا واجهتك أي مشكلة بالحياة يوجد بدائل أخرى أنك أنت تشغل وقتك فيها. لا تتجه للمخدرات، لا تعمل كالهارب من الرمضاء إلى النار. صح. بدي أسأل أنا كل شاب وأحكي له شغلة: أنت تعرضت لمشكلة، إيش مكان نوع هاي المشكلة؟ تعاطيت مخدرات، هل حليت المشكلة؟ لا ما طبعا. حلت المشكلة. فبالتالي بس انه احنا في بجيبة كل للشباب تحديدا، في بجيبة كل شاب فينا شغلة اسمها اللوقة. لا، مم. موجودة، ليش مخبيها؟ لما تحتاجها استخدمها، احكي للغلط لا وألف لا. هاي رسالة للشباب. رسالة لكل أسرة: إذا عندك حاليا يلي بتسمعنا في بيتك حالة إدمان أو مشتبه إنه حالة إدمان موجودة في البيت، أنا بترجاك انك لا تخلي هاي الحالة موجودة بالبيت. صدقوني والله ومن تجربة، هذا قنبلة موقوتة موجود في البيت. أنا ما بنعت حالة الإدمان على نعم. فكرة، هو مم. مدمن وضحية ويستحق العلاج، لكن إذا استمر بالتعاطي ممكن أنه يرتكب جريمة. فلذلك العلاج ثم العلاج ثم العلاج. لا تتردد، لا تخاف من الوصمة الاجتماعية أو بنحكي مثلا، آسف بهالكلمة، فضيحة قدام صح. المجتمع. تأكد تماما أنه بيتم التعامل سواء عندنا في الرشيد أو في أي قطاع بيعالج المدمنين حسب القانون الأردني بسرية تامة وملف مم. سري، وممكن الشخص يدخل باسم وهمي. لكل أسرة قدموا له العلاج، لا تأجل المشكلة. رسالة للمجتمع: نعم. انه في حال انه اي شخص تعالج من الادمان، ليش نرفضه؟ مم. ليش ما نقبل نزوجه؟ ليش ما نقبل نشغله؟ مم. الانتكاسة هاي اسبابها صح. انه رفض المجتمع وكراهيته للشخص اللي تعافى. ما بمدوا ايدهم له، بالعكس برفضوه، بحسسوه. مع الاسف الكثير من الناس بحسسوه انه هو منبوذ، فبالتالي بدخل في حالة نفسية وبرجع الى ما يسمى بالانتكاسة وبرجع للتعاطي من جديد. وعلميا بدي احكي شغلة نعم مهمة على سريعا. فكرة: التعاطي بعد الانتكاسة أشد من التعاطي صح. اللي كان قبل العلاج. معظم اللي ماتوا بجرعة زائدة كان في تعاطي بعد الانتكاسة. خلينا نتقبل هذا الشخص ونقول له أنه الله غفور رحيم، إحنا بدنا نتقبلك، بلاش ننبذه ونرفضه. كل الشكر على حديثك طيب الأستاذ أنس الطنطاوي، رئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد، على وجودك معنا وعلى هذا الحديث الطيب في إطار التوعية المستمرة ضد هذه الآفة. أنا شكرا لك بكرر سيدي. شكري لكم باسمي وباسم مؤسستي سيدي، شكرا لك. وشكرا.